التونسية وتحديدا يوم 3 أغسطس 1981. اتولدت موهبة مختلفة، مش من الأسماء اللي بتتكرر كتير في حوارات الجماهير، لكن أي حد شافه وهو بيلعب عمره ما بينسى لمسته للكورة. عبد الكريم جناح وصانع لعب كان بيلعب من قلبه بحب حقيقي تيشيرت الصفاقسي، النادي اللي صنع منه واحد من أهم نجومه في جيله. رغم إن اسمه ما خدش نفس الوهج اللي خده زمايله، لكنه كان دايما نجم كل مدرب ومحبوب الجماهير، وده ظهر في موسم أسطوري سنة 2006 لما قاد النادي الصفاقسي لنهائي دوري الأبطال، وكان قاب قوسين أو أدنى من رفع كاس لولا هدف قاتل في الدقايق الأخيرة من أبو تريكة حسم اللقب للأهلي. النفطي وقتها دخل رادار النادي الأهلي، لكن الصفاقسي اتمسك بيه واستمر في كتابة المجد مع الفريق، وحقق الكونفدرالية مرتين متتاليتين في 2007 و2008، وخد كمان جوائز فردية كتير أبرزها أحسن لعيب تونسي. بس قصة النفطي ما خلصتش هنا، لأنها كانت مجرد بداية لقصة تانية، قصة لعيب صغير من نفس المدينة بيشوف النفطي قدوته، بيحلم يمشي على خطاه ويتمنى في يوم من الأيام يلبس نفس الرقم اللي لبسه عبد الكريم، الرقم 10. اللاعب ده كان علي معلول، مش بس لبس رقم النفطي، لا ده سمى ابنه على اسمه. حتى ابني سميته على اسمه هو، سميت كريم على اسمه، على عبد الكريم النفطي. على عبد الكريم النفطي. علي معلول ما كانش مجرد خليفة الرقم 10، كان حالة مختلفة، واللي عرفه عن قرب هيفهم هو ليه بقى واحد من اكتر اللعيبة المحبوبة في تاريخ الاهلي وتونس، ويمكن في قلوب كتير من جمهور الكرة عموما. لعيب لما بيغلط دايما بيعترف بغلطته. الحمد لله ان هي جت في النهائي، خصوصا ان احنا كنا السبب في الجون اللي جه فينا هنا في مصر. وعمره ما اتكبر على حد، بل بالعكس. علي معلول لما طلب يلعب مع جيل مواليد 2005 ما كبرش وقال انا لعيب بقيمتي، هل هيلعب مع ناشئين وبطوله مهمشه بالنسبه للاهلي؟ لا بالعكس، ما رفضش ده، ويبين لك قد ايه هو رمز من رموز النادي، لعيب قادر يخطف قلبك بخفه دمه، وانه دايما خفيف على القلب لكن مقامه تقيل فعلا في الملعب. ومرعب للمنافسين وخصوصا اولاد بلده، وده يخلينا نفتكر عصام الشوالي لما قال صوت كثيرا على اولاد بلدك يا معلول، ولكن حقك هذا. معلول مش بس جناح سريع ولا ظهير عصري، معلول انسان عنده احساس بالمسؤوليه، بيعرف قيمه المكان اللي هو فيه، ويمكن دي اول نقطه فرقته عن غيره وخلته بعد سنين يبقى مش بس نجم، يبقى رمز. ومن هنا نرجع خطوه لورا ونسال الشاب ده اللي بدا يتفرج على النفطي ويحلم يبقى زيه، اتولد فين؟ نشأ ازاي؟ مين كان بيزاحمه في مركزه؟ وازاي خطى اول خطوه في طريق المجد؟ في مدينة صفاقس يوم 1 يناير 1990 اتولدت الموهبة التونسية علي معلول، وكأي ولد صغير في الزمن ده قبل ما نعرف الملاعب الخماسية والنجيل الصناعي، كانت الحارة هي الملعب، وكانت الكورة هي اللعبة المفضلة، وتحديدا في حي النصرية كان بيجري بالكورة في الشارع بلمسة مختلفة خلت عين منير الشلي تلمحه. وبالمناسبة منير الشلي هو مكتشف علي معلول. منير ما ترددش وقرر يضم الولد ده لنادي الصفاقسي، ومن اللحظة دي بدأت أول خطوة حقيقية من مشوار علي معلول. ومن اللحظه دي كمان من الفيديو لازم افكرك تعمل لايك للفيديو وتنزل تقولي تحت رايك في كومنتات، ويلا بينا نكمل مع بعض بقيه القصه. في البدايه علي ما كانش ظهير، علي كان جناح، بل اوقات كان بيلعب تحت المهاجم، وكان دايما من هدافين فرق الناشئين في كل المراحل، وده بيفسر لك منين جت النزعه الهجوميه العاليه اللي كنا بنشوفها منه لحد النهارده. لكن في لحظه مفصليه وتحت اشراف المدربين فتحي دجراع وكريم دلهوم اتعرض على علي تغيير مركزه للباك الشمال. في الاول زي اي شاب بيحب الهجوم رفض تماما، لكن المدربين عرفوا ازاي يوصلوا للحلم اللي جواه. قالوا له ان الفريق الاول مليان مواهب هجوميه، لكن المركز الظهير محتاج حد يسيطر عليه، ولو مسكته تبقى حجزت مكانك وسط كبار. وفعلا علي وافق وبدا يتعلم اساسيات المركز الجديد، وتخيل في ظرف اسبوع واحد بس قدر يحجز مكانه في الفريق الاول، واتأيد سنه 2008 مع الفريق الاول، ويبقى منافس مباشر للاعب الاساسي وقتها في نفس المركز فتح الغرب. وبعد فترة قصيرة من تصعيده للفريق الأول من الصفاقسي بدأ اسم علي معلول يلمع في الكرة التونسية، وده خلى الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي يضمه في سنة 2011 استعدادا لتصفيات أولمبياد لندن. علي كان وقتها واحد من الركائز الأساسية في المنتخب التونسي تحت 23 سنة، وشارك في البطولة الأفريقية تحت 23 سنة اللي كانت بتأهل للأولمبياد، وقدم فيها مستويات متميزة جدا على الجهة الشمال. لكن رغم الأداء الجيد تونس خرجت من نص النهائي قدام المغرب، وبعدها خسروا قصاد السنغال عشان يضيع
الحلم الاولمبياد. رغم كده مشاركه علي معلول في البطوله دي كانت مهمه جدا في مسيرته، لانه بدا وقتها ياخد الخبره الدوليه ويثبت انه واحد من اكتر اللعيبه اللي عندها شخصيه وتوازن تحت الضغط. ومن اللحظه دي الطريق كان بيترسم ناحيه المنتخب الاول. نيجي بقى لتاريخ محفور في عقل علي معلول وعمره ما ينساه. يوم 6 يوليو سنة 2013 جت لحظة العمر لما اتحط اسمه لأول مرة في قائمة المنتخب التونسي الأول، ومن هنا اتحولت أحلام الولد اللي كان بيتفرج على النفطي في التلفزيون لحياة بتترسم بالقميص الأحمر التونسي. علي شارك مع نسور قرطاج في أكتر من 80 ماتش دولي لحد النهارده، وسجل خلالهم 4 تجوان وصنع 12 جون، رغم انه ظهير وده مش رقم سهل ابدا على لعيب بيلعب في الخط الخلفي. اتأهل مع تونس ل4 نسخ من كاس افريقيا 2015 و17 وكمان في 2019 وفي 21. اما اللحظه الاهم فكانت التأهل لكاس العالم. علي معلول كان جزء من الجيل اللي رجع تونس للمونديال بعد غياب طويل، وشارك في كاس العالم روسيا 2018 وكاس عالم قطر 2022. واللي كتير ما يعرفوش ان علي معلول كان اساسي قدام فرنسا، وقدم واحده من احسن ماتشاته، وساهم في واحد من اعظم انتصارات تونس في التاريخ، الفوز على بطل العالم وقتها بهدف نظيف في ليله حفر فيها اسمه بحروف من ذهب. لحظه خلدت علي مش بس كباك شمال، لكن كمحارب بيدافع على اسم بلده قدام اي خصم مهما كان اسمه. نرجع تاني بقى لمدينة صفاقس اللي بدأ منها كل حاجة. من أول لحظة شارك فيها علي معلول مع الفريق الأول سنة 2008 وهو بيبعت رسالة واضحة، الولد ده جاي مش بس يلعب، لا ده جاي يسيب أثر. خلال رحلته مع النادي الرياضي الصفاقسي شارك علي في 192 ماتش، سجل خلالهم 36 جون، وده رقم خيالي على إنه يكون ظهير، لكن لو عرفنا إنه طول الوقت متخصص في الضربات الثابتة وكمان ضربات الجزاء هنفهم مصدر الأرقام دي جه منين. ومش بس سجل، ده ساب بصمته خلال البطولات. مع الصفاقسي كسب علي الدوري التونسي موسم 2012 2013 وكاس الكونفدراليه مرتين. في 2013 كانت بمشاركه مباشره منه، وفي 2008 كان متأيد بس مشارك كناشئ. اما عن السوبر الافريقي في 2014 فالكل فاكر الماتش اللي جمع ما بين الاهلي المصري والصفاقسي التونسي، واللي كانت بدايه اول اشتباك مباشر ما بين علي معلول ونادي هيبقى بعدين بيته الجديد. ورغم ان الصفاقسي خسر بنتيجه 3-2، لكن علي كان واحد من اكتر اللعيبه اللي شدوا انظار الجمهور الاهلي بتمريراته وتحركاته وتخصصه المعروف في تنفيذ ضربات الجزاء. والحقيقة ان ضربات الجزاء كانت ماركة مسجلة باسمه. علي معلول بمرور الوقت بقى رقم 1 في تنفيذ ضربات الجزاء، معروف بثباته وهدوءه وكراته اللي مش بتترفض سواء في تونس او بعد كده في مصر. لكن لو تفتكر معايا اقوى لحظة ممكن نحكي عنها واللي خلت اسمه يتكتب في التاريخ من ذهب، كانت في موسم 2015 2016، موسم خرافي لعلي معلول. كسب فيها هداف الدوري التونسي برصيد 16 جون، رقم مفيش مدافع في تاريخ الدوري قدر يعمله. وده مش بس رقم، دي شهادة تفوق استثنائية، مدافع وهداف، محارب وفنان. وبعد كل ده كان لازم يلفت انظار اكبر اندية افريقيا، واللحظة دي كانت قربت، لحظة انتقاله لبيته الجديد النادي الاهلي. صفقة علي معلول كانت صفقة جماهيرية بكل المقاييس وقابلها ضجة كبيرة وقتها. في الوقت ده كان عنده عروض من أندية فرنسية محترمة، لكن المفاجأة كانت إن علي قرر يرفض الاحتراف في أوروبا ويختار الأهلي. ده خلق حالة من الصدمة لكل المنافسين، خصوصا الجمهور الزملكاوي اللي كان متأكد إن علي هيختار الاحتراف في أوروبا. المفاجأة الكبيرة بقى إن علي معلول بقى أسطورة خالدة مع الأهلي لمدة 9 سنين متتالية، وكتب اسمه في تاريخ النادي. من ساعة ما انضم علي معلول للأهلي في صيف 2016 حقق علي معلول مسيرة استثنائية مليانة بالألقاب والإنجازات الجماعية والفردية مع الأهلي. قدر يرفع 21 بطولة كبيرة، منهم 6 دوري مصري ممتاز والسابع كمان في الطريق، وكمان 4 كاس مصر، وكاس السوبر المصري 5 مرات، ودوري أبطال أفريقيا 4 مرات، وكاس السوبر الأفريقي مرتين، ده غير 3 ميداليات برونزية في كاس العالم للأندية. مش بس كده، علي معلول كمان حصد إنجازات فردية خلت منه رمز، واحد من أحسن اللاعبين في تاريخ النادي وفي تاريخ الدوري المصري كله. احسن لاعب اجنبي دخل الدوري المصري في موسم 2018 2019، وكمان احسن باك شمال في الدوري المصري في موسم 2022 2023. ده غير ان هو اكتر لاعب اجنبي مشاركه في تاريخ النادي الاهلي واكتر مدافع تهديفا في تاريخ النادي الاهلي. علي معلول مميز جدا، لعب 287 ماتش كواحد من اكتر اللعيبه اللي لعبت خلال الجيل ده، وسجل خلالهم 51 جون وصنع 83 جون، رقم غير مسبوق لمدافع في تاريخ القلعه الحمراء. لكن الارقام دي
مش بس ارقام، هي شهاده على لاعب مش بس جناح هجومي ولا ظهير عصري. علي معلول انسان بكل تفاصيله، لعيب بيعرف قيمه المكان اللي هو فيه، ودايما كان رمز في الملعب وبراه، بيجمع ما بين الاداء الفني العالي والروح القتاليه والمسؤوليه، وده اللي خلاه محبوب الجماهير ومثال للعيب اللي بيدافع عن القميص اللي بيلبسه بكل فخر واخلاص. علي معلول مش بس ظهير ايسر تقليدي، لا هو لعيب متكامل بيجمع ما بين المهاره الفنيه العاليه والقدره البدنيه الكبيره. عنده قدره غير عاديه على التحكم في الكره والتمرير الدقيق، وكمان بيتميز بسرعه في اختراق الاطراف وصناعه الفرص، وغير كمان قدرته على التسديد من بعيد وخطورته في ضربات الجزاء، وكمان خطورته في تسديد الضربات الحره المباشره بتخليه سلاح هجومي قوي مش بس دفاعي. وهو من اكتر المدافعين الهدافين في تاريخ كره القدم الافريقيه، بل كمان في العالم كله، وده بيأكد ان هو مش بس بيحمي ظهر فريقه، لا كمان بيشارك في صناعه وتسجيل الاهداف. كمان بيمتلك رؤيه لعب ممتازه بتخليه يوزع كراته بحكمه، وبيساعد الفريق في بناء الهجمه بطريقه منظمه. بالاضافه لكده علي معروف بالروح القتاليه وتركيزه العالي في كل ماتش، وده بيخليه لعيب كل الناس بتثق فيه في اي لحظه حاسمه. علي معلول مش مجرد باك شمال، علي جزء لا يتجزأ من كل لحظة كبيرة في تاريخ النادي الأهلي الحديث، وبالذات في بطولته المفضلة دوري أبطال أفريقيا. اللاعب اللي اتحرم من الظهور في نهائي 2017 و2018 بسبب الإصابة، وكان حظه وحش جدا، وكمان الأهلي كان حظه وحش جدا في إنه يخسر البطولتين دول. إنما بقى في 2020 علي معلول كان ناويها، ومن أول ماتش صن داونز، الماتش اللي كان كل الناس مشككة ومرعوبة بعد خماسية صن داونز التاريخية، علي معلول جاب 3 تجوان في ماتشات الذهاب والعوده قصاد سان داونز عشان يقول للكل ان السنه دي الاهلي هيكون بطل افريقيا. وده بيتاكد بصناعته للهدف الاول في النهائي لعمرو السوليه، واللي بيتبعه جون الفوز من ولدنا قفشه، ويحقق البطوله الغايبه في نهائي القرن، وتبقى اول بطوله افريقيه لعلي معلول مع الاهلي، وكمان مش هتبقى الاخيره. بعدها حصلت البطوله القاريه تاني في 2021، وكمان رجع في 2023 لما صنع الهدف الاغلى على راس عبد المنعم قدام الوداد، وقرر الانجاز ده في 2024 قصاد الترجي عشان يكون في جيبه 4 بطولات في دوري ابطال افريقيا في تاريخه مع الاهلي. وفي الدوري بقى كسبه 6 مرات، وكان من اهم عناصر موسم دوري لا هزيمه في 2016 2017. ومع حسم الاهلي للقب السنه دي يكون وصل ل7 دوريات محليه في تاريخ القلعه الحمراء. وعلى ذكر المحليات، فعلي معلول في كاس مصر كان السبب الرئيسي في ريمونتادا الاهلي قصاد المصري، لما صنع جون قاتل لعمرو جمال عشان يحقق وقتها الاهلي البطوله الغايبه عنه. وفي 2020 قصاد طلائع الجيش احرز اول ضربه جزاء عشان يساهم في تحقيق البطوله وقتها. اما بقى في 2022 فهو انقذ كوره على خط المرمى كانقاذ تاريخي، واللقطه دي كانت سبب في الدخول للوقت الاضافي عشان نحسم لقب كاس مصر قصاد بيراميدز. اما بقى في 2023 فهو كان متواجد قصاد الزمالك وساهم في تحقيق لقب كاس مصر قصاد الغريم التقليدي الزمالك. ولما نقول الزمالك فنفتكر مساهمات علي معلول قصاد الزمالك في الديربي. علي سجل 4 تجوان وصنع 5 في شباك الزمالك عشان حبه يزيد في قلوب الاهلاويه. اما بقى عن الماتشات الكبيره والمواعيد الكبرى فما اعتقدش ان في اكبر من انه يسجل قصاد ريال مدريد في كاس العالم للانديه، وكمان سجل في ماتش البرونزيه قصاد اوراوا الياباني جونين، ويكون من هدافين البطوله وقتها. علي معلول لعيب عمره ما كان محتاج شارة على كتفه عشان تحس ان هو كابتن للفرقه. من اول يوم دخل التتش وهو شايل الفرقه على كتفه في كل ماتش كبير، في اي وقت صعب دايما بتلاقيه اول واحد بيقاتل، بيلعب بقلبه مش برجله بس. ورغم كده الجمهور كان دايما مستني اللحظه دي، اللحظه اللي يشوف فيها الشاره بتترسم على دراع علي. الشناوي لو مش موجود طب معلول ياخدها، لا ده ربيعه موجود في الملعب، طب ربيعه طلع يا نهار ابيض ده محمد هاني كمان في الملعب، طب هاني خرج نلاقي كمان كريم ندفد لابس الشاره. يعني كنا حرفيا مستنيين الدنيا تفضى عشان نشوف الشاره بتروح لمين، لعلي. وهنا بقى جت اللحظه المنتظره اخيرا يوم 4 مايو 2024، وبالتحديد في الدقيقه 60 من ماتش طلائع الشاره راحت لمكانها الطبيعي على دراع علي معلول. لحظه كانها متصوره من سنين، لحظه الكل كان مستنيها، لحظه كانت محتاجه تتكتب بحبر ذهبي، مش بس عشان انها لحظه تكريم لكن عشان انها لحظه الحق. حق لعيب اخلص للنادي 9 سنين، لعيب عمره ما اشتكى، لعيب عمره ما تخلى، لعيب عمره ما اتاخر، لعيب هو المعنى الحقيقي للثبات والحب. اللحظه دي مش بس فرحت علي، اللحظه دي فرحت جمهور الاهلي كله عشان حس ان الرايه وصلت للراجل اللي يستاهلها من بدري.
علي معلول بقى اكتر من مجرد باك شمال، علي بقى حاله ملهمه لاي ناشئ بيحلم يلبس فانيله النادي الاهلي، بقى النموذج اللي بيتقلد والاسم اللي دايما بيتقال لما تيجي سيره الجدعنه والانتماء والشخصيه. النهارده اي ناشئ في الاهلي وهو بيجري على خط التماس ويبص على علي معلول مش بس عشان يتعلم فنون الكوره، لا ده عشان يتعلم يعني ايه يبقى راجل في المواقف الكبيره، يعني ايه يبقى ثابت، يعني ايه يبقى صبور، يعني ايه يبقى مؤثر. كل لعيب حواليه بيستفاد من خبرته، سواء صغير لسه بيبدأ او كبير محتاج سند في ماتش تقيل. اطلع كروس من الرجل ازاي اتقنه بشكل كويس. فاتكلمت معاه كتير جدا حتى لما اتصاب، وكان هو كان بيتابع معايا دايما وكان بيبارك لي بعد كل ماتش. ان انا بلعب مع مكان كابتن علي معلول دي اكيد. وجود علي في الفرقه دايما كان مصدر امان، مجرد انه موجود بيطمنك، بيشيل من على الكل الضغوط وبيدي طاقه لكل اللي حواليه. وحب الناس، حب الناس ده مش من فراغ، الناس حست انه واحد منهم، حست بصدقه وتعبه واخلاصه. علي مش متصنع، علي كان دايما على طبيعته، وبطريقته دي دخل القلوب من اوسع الابواب. وحتى الاساطير نفسهم لما يتكلموا عنه بيتكلموا عن اللعيب القائد المقاتل، الراجل اللي مش بيهزر. اولا نبدا بعلي معلول. انتوا عندكم كنز يا كابتن حاتم ما بتستغلوش. صحيح. احنا بنعرف نستغله. صح. الهجومي بتاعنا في النادي الاهلي عند علي معلول. علي حاسس باهميته، حاسس بمكانته. لا احنا عندنا هو نجم. انت بتشتغل كل الناحيه الشمال دي، بتشغل الفرقه، بتبني الفرقه ناحيته. الكل عارف ان اللي بيقدمه مش سهل، وان اللي عمله على مدار 9 سنين في الاهلي يستحق يتكتب في التاريخ. وفي الاخر زي ما الجيل اللي فات ده كان اسطورته ابو تريكه، الجيل ده بالنسبه لي وبالنسبه لناس كتير فهو اسطورته علي معلول. قول لي بقى لو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، وانزل قول لي في الكومنتات نفسك الحلقه الجايه تكون عن مين. ودايما يا رب تخشوا الجنه.